السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا وحشتونا جدا. الاهلي لعب مباراتين في كاس الرابطة، المباراتين اغرب من بعض، مش عشان حاجة والله، احنا كده كده مش معولين على نتائج يعني في مباراة الكاس دي بالذات، وبالذات كاس الرابطة، لان الاهلي ما كانش عايز يشارك والموضوع بقى اجباري، فالموضوع مش بمزاج حد. بس الفكرة ان انا اخسر مباراتين والشكل السيء ده لناشئين النادي، يعني لولا ان الناس طلعت اتكلمت ووضحت انه يا جماعه هيبقى صعب ان حتى 2005 يكون شارك بكامل القوام بتاعه، لان في ناس في المنتخبات زي محمد عبد الله ومعتز محمد وبوستانجي وغيره 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 وغيره، كانت هتبقى مصيبه والله، مصيبه. يبقوا ناشئين اكبر نادي في مصر، النادي الاهلي، يبقوا بالشكل السيء ده، يعني كانت هتبقى مصيبه. انا ما عنديش مشكله نخرج مع الف سلامه، الموضوع يعني البطوله كلها مش مهمه، الموضوع ان انت بتشارك اجباري، بس ان يبقى يعني المستوى بتاع ناشئينا بالسوء ده، دي حاجه غريبه، حاجه. ولو فعلا الناس اللي في منتخبات بلادنا وفي المنتخبات المتنوعه للبلد لو بنفس المستوى بتاع الناس اللي ظهرت في فريق 2005 ده، تبقى مصيبه والله. انا بصراحه مش شايف اي استفاده من المباراتين، يعني اي استفاده غير حرق دمنا وزعلنا احنا كجمهور، لان الاهلي لو بيلعب باطفال رضع في مباراه احنا عايزينه يكسب. تخيلوا الاهلي لو بيلعب باطفال رضع في مباراه احنا عايزينه يكسب، تقوليش بقى 2005 وبيلعب ناس بتلعب دوري ممتاز وفرق خبرات، كلام كله بلا 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 ملوش اي 30 لازمه. احنا عايزين فرقتنا تكون في احسن حال دايما، فاحنا لو ده مستواهم يبقى بلاشهم. واتمنى ان غياب الناس الاساسيه اللي في المنتخبات تكون يعني حاجه مشرفه وحاجه تغير، لان تخيلوا ان سمير محمد اللي بيلعب امبارح ده اصغر من جردشار اللي احنا شاريينه، يعني حاجه والله ذهول، حاجه ذهول ان سمير محمد يبقى اصغر من جردشار. وشوف ده بيلعب ازاي، وموهبه راجل بيقف على الكوره وتك تك تك، وسمير محمد عامل ازاي. يمكن تكون يعني في يعني هنقول قله توفيق للاعب، بس سمير محمد ده انا بتكلم عن سمير بالذات، سمير بيلعب فريق اول، انا بتكلم على سمير بالذات لان سمير بيلعب فريق اول. تاني حاجه معانا كولر رجع عشان يرجع يمسك القياده العامه في الفرقه، والراجل محاوط الفرقه كويس جدا. عندنا مباراه بكره ضد زد، الراجل رفض قطعيا ان مباراه بكره تتذاع، الراجل عايز يجهز جمله ويجهز لاعيبته، فنتمنى يعني لما يكون الموضوع يعني يكون فيه تطور، ان الفريق الحالي في الفتره الاخيره برضه نتيجنا في الدوري ما كانتش احسن حاجه. الراجل يعني رفض تام ان احنا مباراتنا بكره ضد زد انها تتذاع. عندنا بالنسبه لموضوع الاصابات ياسر ابراهيم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطيه الله ومعلول، الناس كلها جاهزه، بس الناس بدنيا انه مش احسن حاجه. يمكن طاهر مش 100%، ياسر شارك امبارح، الراجل النهارده بيشتكي من اصابه خفيفه. باقي الناس كلها، باقي ما تبقى من الفريق كله باستثناء كريم فؤاد، الناس كلها جاهزه. فاحنا بنتمنى ان الفريق يكون فيه يعني تطور، ويكون فيه المباراه الوديه مش هتذاع دي، لان عندنا مباراه مهمه جدا جدا ضد الهلال السوداني في ربع نهائي دوري ابطال يوم 1/4. مباراه لا تقبل القسم على الاثنين، يعني لا تقبل ان احنا نستقبل اي اهداف، مش هينفع نستقبل اي اهداف في المباراه بتاعت يوم 1/4 اللي هتكون يوم 3 الساعه 9 في استاد القاهره، مباراه الذهاب. وبرضه مباراه العوده هتكون برضه يوم 8 يوم الثلاث اللي بعده في اثيوبيا ان شاء الله. لسه فيلم اللجنه الاولمبيه والعقوبات اللي على النادي الاهلي والانسحاب من ماتش القمه لسه وتابعه ما خلصتش. الرابطه طلعت العقوبات، الاهلي استأنف عليها قدام اللجنه الاولمبيه، وفي شكوى ثانيه قدام اللجنه الاولمبيه بسبب اللي حصل من الاتحاد بيقول لك بيقول لك الرابطه، والرابطه بتقول لك لا اللجنه، واللجنه بتقول لك لا الاتحاد، وحاجه كده من دايره مفرغه من الفساد الرياضي، ما تفهمش هتوصلنا لغايه فين. الحاجه بس الغريبه والله، سؤال لاي حد يقدر يشوف فيديو جاوبنا عليه، احمد مجاهد باي صفه بيتدخل في اتحاد الكوره؟ مين اللي بيساعد احمد مجاهد عشان احمد مجاهد يخش ويفرض عضلاته في الكره المصريه بالشكل ده، ومحدش عارف يكون يلم احمد مجاهد؟ مين احمد مجاهد؟ سلطته ايه؟ مركزه ايه؟ الف سؤال وسؤال حوالين احمد مجاهد من ايام الاختلافات اللي قبل كده والسرقه والتضليل والشكاوات عند النائب العام، ولسه ما زال احمد مجاهد وشلته والرباطيه اللي هو فيها موجود وليه ايادي وبيتصرف وبيطلع يقول لك انا هعرف حاجه. انت تحاكم النادي الاهلي؟ انت تحاكم جمهور النادي الاهلي؟ قسم بالله يا احمد مجاهد جمهور النادي الاهلي قادر انه يمسحك من على وجه الارض، بس عشان تكون عارف. الحاجه الاخيره والفيلم الاخير والمسلسل الهزلي الاخير والحاجه اللي احنا مش عارفينها، ناس طلعت تقول لك زيزو مضى 4 سنين، زيزو ما مضاش، زيزو في الاهلي، زيزو مش في الاهلي. مين طالع يقول لك لا احنا هنسلم زيزو للجمهور، طب بنجمع له من رجال اعمال الزمالك. مسلسل هزلي بقاله اكتر من سنه في تجديد لاعب،
انا ما يفرقش معايا زيزو يجي ولا ما يجيش، يعني انا ما يفرقش معايا زيزو يجي ولا ما يجيش. جه اضافه كبيره وقويه جدا، ما جاش في عندنا ناس هتلعب وهتأدي الفرقه هتمشي، مش اللي اعظم من زيزو وما جاش اللي احسن من زيزو، والفرقه ماشيه وبناخد دوري وبناخد كاس وبناخد دوري ابطال لغايه السنه اللي فاتت وما عندناش ادنى مشكله من اي حد. بس يا ريت نخلص من المسلسل الهزل اللي بيحصل ده، عشان حاجه خلت الواحد يعني يروح وتطلع. ورساله للجماعه اخواتنا وحبايبنا في الناس اللي بتشجع الهلال السوداني، اهدوا والله اهدوا. برضه ما زالت التصريحات احنا هنروح القاهره، احنا مش هنستقبل اهداف، احنا هنفوز، احنا والاخر هتيجي والله هتاخد على وشك كروان وتروح. اخواتنا وحبايبنا دي كانت اهم واخر الاخبار اللي معانا، دعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.